معنا اليوم بعد مرور نحو شهر ونصف منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومع كل دقيقة تمر ما زالت الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية تتفاقم وتزداد دموية في ظل عجز المجتمع الدولي على وقف نزيف وكبح العدوان. تطرقنا خلال لقائنا اليوم إلى سبل التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي للتوصل لحل دائم وسلمي لهذه الأزمة بكافة أبعادها السياسية والإنسانية، وعلى رأس أولوياتنا الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة، وإنهاء إجراءات الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري ورفع الحصار الظالم المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقوانين والأعراف الإنسانية. إن هذا الوضع المأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معاني القسوة والفظاعة والبشاعة، قتلى وجرحى بالآلاف ونزوح جماعي قهري لمئات الآلاف، فضلا عن حرمان نحو 2.5 مليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود والكهرباء والدواء. طبعا عالمنا اليوم يشهد المجاهرة والمفاخرة لجيش الاحتلال بتدمير المستشفيات وإجبار المرضى والجرحى والأطباء والنازحين على الخروج تحت تهديد السلاح وتبرير ذلك بادعاء غير مثبتة. للأسف رأينا في الأيام الماضية عمليات استهداف لكافة المستشفيات في القطاع، ورأينا أيضا على مشهد ومسمع من العالم أجمع المسرحيات الهزلية التي كان يقوم بها جيش الاحتلال في هذه المستشفيات، مدعيا أنها أماكن قيادة وأماكن لحركة حماس. طبعا ما حدث في مجمع الطبي في قطاع غزة، مجمع الشفاء الذي يعتبر أكبر مجمع في قطاع غزة، من إخلاء قسري لمئات المرضى وعشرات الأطفال حديثي الولادة والطواقم الطبية من صوتا للمجتمع الدولي لإدانة ذلك. وأيضا هناك استمرار للمجازر في حق المدنيين، وكان آخرها المجزرة التي تمت يوم أمس في مدرسة الفخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة، حيث رأينا أنه لا احترام لا للقوانين ولا للأعراف الدولية. طبعا يجب أن يكون هناك وقفة للمجتمع الدولي وأن يتعامل مع هذه المسألة وفق القوانين والأعراف الدولية. وللأسف نرى أن هناك ازدواجية للمعايير في لدى كثير من الدول حيال ما يحدث الآن لأشقائنا في غزة. ونطالب هنا أن على الأقل أن يلتزم المجتمع الدولي بما قام عليه من أسس في احترام القانون الدولي واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية واحترام المدنيين وحمايتهم في قطاع غزة، كما هو الحال للمدنيين في أي مكان آخر في العالم. نقدر للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي دعوته للهدن الإنسانية، ونطالب إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن وطبعا تنفيذ ما جاء فيه من فتح الممرات الإنسانية ووقف الحرب. أيضا تناولنا اليوم آخر المستجدات بشأن ملف الرهائن، وكانت أيضا كان هناك شرح وافي للسيد الممثل الأعلى حول ما تم في هذا الملف. طبعا نشكر للممثل الأعلى دعمه للجهود القطرية في هذا المجال. أشكرك معالي الزميل جوزيف بوريل على زيارتك اليوم، وكان نقاشا بناء فيما بيننا، ويتطلع لاستمرار التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي. شكرا.